في الفيديو ده أنا هاقول لك إمتى لمّا تطلّع credit card في الإمارات تقدر تطلّع منه مصلحة حلوة وتستخدمه بشكل كويس، وإيه تأثيره لو أنت استخدمته بشكل كويس، وإمتى هيكون مصيبة أنت جبتها لنفسك لدرجة إن هي نهت حياتك المالية هنا في الإمارات، وبسببها أنت قررت تسيب البلد وترجع بلدك نهائي علشان تهرب من المصايب اللي أنت فيها. الحمد لله على السلامة، أنت وصلت الإمارات، وطبعًا أول ما وصلت الإمارات أول حاجة مشيت فيها هي إجراءات الإقامة، once إنك خلصت الإقامة بتاعتك ومسكت في إيدك الإميريتس ID أو كارت الإقامة بتاعك، طلعت على البنك جري علشان تفتح حساب في البنك، طبعًا أنت محتاج حساب في البنك عشان ينزل عليه مرتبات، الموظف جالك وفتح لك حساب في البنك، وبمجرد ما فتح لك الحساب في البنك عرض عليك أول خدمات البنك وهي الكريدت كارد. الكريدت كارد مش هاخوّفك منه في الفيديو ده، أنا ضد التعميم وضد العناوين اللي بتتكتب اوعى تطلّع كريدت كارد في الإمارات، لأن الكريدت كارد ممكن جدًا يكون أداة تقدر تستخدمها في إن هو يسهّل أمورك ومعيشتك هنا، بل إنك ممكن تطلّع منه مصلحة كبيرة جدًا لو أنت استخدمته صح، أو ممكن ينهي حياتك المادية هنا ويدخّلك في دايرة مش هتعرف تطلع منها. عشان كده أنا عايزك تكمّل الفيديو ده للآخر، لإن مش هنتكلم بس عن الكريدت كارد مميزاته وعيوبه، بس هاكلمك عن حاجات مهمة جدًا بعد الكريدت كارد ممكن تستفيد منها. لو أنت عايش في الإمارات ومعاك كريدت كارد فأنت في أعلى ليفل من مقاومة النفس المسرفة. الموضوع عادي جدًا إنه يتحول لكارثة لو أنت استخدمت الكريدت كارد غلط، وهتخش في دوامة مش هتعرف تخرج منها. وفي نفس الوقت لو أنت استخدمته صح ممكن يضبطك تضبيط السنين. لو أنت معاك كريدت كارد وبتستخدمه صح فأنت ممكن في البداية أصلًا بمجرد ما تطلّع كريدت كارد تستخدمه في الحاجات اللي ممكن تقسطها واللي بتأثر على استخداماتك اليومية. أنا مش باتكلم على الأكل والشرب، أنا باتكلم عن احتياجات شخصية مهمة. برضه مش باتكلم على إنك تأبجريد مثلًا تليفونك من ايفون 13 والّا من ايفون 12 لايفون 15. أنا باتكلم مثلًا إنك خلاص أجرت بيت واستقريت وعايز تفرش بيتك، لكن أنت مش معاك فعلًا فلوس عشان تقدر تفرش البيت ده. في بعض الكريدت كاردز لمّا تطلّعها بتدّيك facility في إنك تروح تقسّط أي حاجة تاخدها وتكون بzero fees، يعني ما بتاخدش عليك فايدة، الفايدة بتكون 0%. ففي بعض شركات أو البنوك الكريدت كاردز متعاقدة مع محلات للفurniture أو للموبيليا زي IKEA أو غيره، فأنت في الحالة دي بتروح IKEA وبتروح تشتري الحاجات اللي لازماك علشان تفرش بيتك، وبتطلب تقسيطها على البنك مثلًا لمدة 3 شهور، لمدة 6 شهور، لمدة سنة، وكل ما قصرت المدة كل ما أنت قدرت تستفيد إن مش هينزل عليك فايدة، فأنت دايمًا اسأل على العرض بتاع الكريدت كارد بتاعك. بناءً عليه أنت بتقسّط مثلًا لمدة سنة، ما نزلش عليك أي فايدة، ودفعت لك في الشهر حوالي 200، 300 درهم كل شهر علشان تخلّص فرش بيتك. دي الحاجات اللي أنا باتكلم عليها الأساسية اللي تقدر تستخدم بيها الكريدت كارد علشان تستفيد منها بشكل كويس. هادّيكوا برضه مثال لواحد أنا أعرفه. في شخص أنا أعرفه هو مطلّع كريدت كارد تقريبًا قيمته 10,000 درهم. أنا فاكر تقريبًا الكريدت كارد ده كان من راك بنك تقريبًا اللي هو راس الخيمة بنك أو حاجة زي كده. المعلم ده كل شهر بيدفع كل مصاريفه من الكريدت كارد، يعني أكل، شرب، مصاريف عياله في الحضانة، كل حاجة في الحاجات الأساسية كهربا، مَيّة، إنترنت، كل ده بيدفع من الكريدت كارد، ما بيجيش جنب الكاش اللي بينزل له من المرتب بتاعه. لمّا سألته إيه السبب يا معلم في إنك تدفع كل حاجة من الكريدت كارد ده، قال لي إن الكريدت كارد ده بينزّل له بونص، بينزّل له فلوس على كل المصاريف اللي بيدفعها عن طريق الكريدت كارد. يعني مثلًا هو بيصرف 10,000 درهم من الكريدت كارد كلّهم كاملين كل شهر على احتياجاته الأساسية والشخصية اللي كده مدفوعة، فالكريدت كارد ده في نهاية الشهر بيدّي له خصومات أو بيرجّع له فلوس كاش باك لحوالي 300 أو 400 درهم، فكده عمل حركة حلوة أوي، هو كده وفّر 400 درهم من مصاريفه الأساسية، وهنا قدر يستفيد من الكريدت كارد، على عكس حد تاني استخدم الكريدت كارد وصرف كل الlimit اللي فيه وفي الآخر ما استفادش أي حاجة خالص، في إن هو مديون وعمّال بيسدد من مرتبه علشان رفاهيات على الفاضي. طيب خلّينا نقول إن أنت خلاص عرفت إنك إزاي تكنترول نفسك وإنك تستخدم الكريدت كارد أو أنت مطلّعه علشان بس تصرفه على الحاجات الأساسية ومش هتصرفه على الرفاهيات. هل كده الفيديو خلص خلاص كده إحنا عرفنا الكريدت كارد؟ أنا مش داخل أقول لك الكلمتين دول وأمشي. الموضوع مش على الكريدت كارد، الموضوع على حاجة أكبر من كده بكتير. هنا البنوك أول ما بتتعامل معاك أول سيرفيس بتقدمها لك هو الكريدت كارد لأنه أسهل حاجة، لكن مش دي المشكلة. المشكلة إنك لو استخدمت الكريدت كارد غلط فده بيأثّر على حاجة اسمها المستوى الائتماني بتاعك في البلد. أو بشكل تاني بيسموها درجة الائتمان بتاعك، أنت درجتك الائتمانية فين؟ ببساطة عشان أشرح لك الموضوع ده، كل واحد فينا عنده مستوى ائتماني أو درجة ائتمانية ماشي بيها، مين اللي بيهتم بالمستوى الائتماني بتاعك؟ كل البنوك اللي موجودة في الإمارات مهتمة بالدرجة الائتمانية أو بالمستوى الائتماني بتاعك الخاص بيك، بمعنى أنت لو عايز تقسّط أي حاجة كبيرة بقى يعني خلّينا نقول عربية، أو عايز تمويل عقاري عشان تشتري شقة في يوم من الأيام، أو أي قروض شخصية عايز
تطلعها من البنوك. اول حاجه بيبص عليها البنك هو الدرجه الائتمانيه بتاعتك، انت في اي مرحله، انت في اي مستوى، هل المستوى الائتماني بتاعك عالي ولا واطي؟ لو المستوى الائتماني بتاعك او الدرجه الائتمانيه بتاعتك عاليه، البنك بيطلع لك موافقه على اي طلب انت ممكن تطلبه منه، زي مثلا كارد سياره او كارد شخصي او تمويل عقاري لو انت عايز تشتري شقه في يوم من الايام. طيب لو المستوى الائتماني بتاعك واطي، فانت يا معلم مش هتطلع حتى كريدت كارد زياده على اللي معاك. يعني حتى لو قدمت على كريدت كارد، مش بقول لك بقى انت بتقدم على كارد سياره او بتطلع تمويل عقاري او كارد شخص تروح تفتح بيه مشروع، لا، لو انت بس عايز تطلع كريدت كارد، لو انت مستواك الائتماني واطي، فانت هيجي لك احلى ريجكشن، هيجي لك رفض من كل البنوك. يعني حتى لو جربت تقدم في بنوك تانية غير البنك اللي عمل لك رفض، هيرفض، لان انت مستواك الائتماني مربوط بكل البنوك وشيرنج. طيب خلاص كده فهمنا ان انا لازم يكون المستوى الائتماني بتاعي يكون عالي علشان اقدر اخد مميزات كتير من البنوك. طيب امتى اقول ان المستوى الائتماني بتاعي عالي؟ بالمناسبه هنا احنا في الامارات بنسمي المستوى الائتماني سكور. يعني لما تشوف واحد صاحبك كده تقول له انت المستوى الائتماني بتاعك، لا ما تقولوش المستوى الائتماني، تقول له سكورك، انت سكورك عامل ايه في البنوك. فانت امتى السكور بتاعك في البنوك يعتبر حلو او يعتبر وحش؟ طيب انت السكور بتاعك بتقسم درجات من 500 ل 600، بيسموه فير، يعني كويس، يعني مش وحش. ساعتها ممكن في بعض البنوك توافق ان هي تطلع لك القرض الشخصي او اي سيرفيس انت عايزها من البنك، وفي بعض البنوك التانية بتخاف ما بتطلعش. لو السكور بتاعك من 600 ل 700 فانت اتحسنت، وبالتالي عدد البنوك اللي ممكن تاخد الريسك وتوافق لك على اي طلب انت طالبه زاد شويه. من 700 ل 800 بيقولوا عليه فيري جود، يعني كويس جدا. ممكن انت ساعتها مستوى البنوك تعلى شويه في مستوى البنوك، ممكن الحد الائتماني للكريدت كارد يبقى زياده، بدل ما انت طالب كريدت كارد بحد ائتماني مثلا 10000 يبقى 20000 يبقى 30000، لان انت دلوقتي من 700 ل 800. نفس القصه هتقيسها على الكارد الشخصي، نفس القصه هتقيسها على كارد السياره، فانت دلوقتي في ليفل الفيري جود، فدي حاجه كويسه جدا. لو انت بقى معلم من 800 ل 900 فانت اكسلنت، خلاص انت كده ممتاز. في الحاله دي انت بتاخد سقف الكريدت ليميت لاي حاجه انت محتاجها. يعني لو انت مقدم على كريدت كارد هتاخد السقف اللي انت محتاجه، لو انت مقدم على كارد شخصي هتاخد الماكسيمم، وهكذا. انما في النهايه لو انت اقل من 500 فانت في الضياع، خلاص انت كده ما تقدرش انك تطلع لا كريدت كارد ولا تطلع اي حاجه خالص، ومحتاج انك تحسن السكور بتاعك. ومن هنا بقى تيجي الحاجه التانية، ازاي احسن المستوى الائتماني بتاعي او السكور بتاعي انه يطلع مثلا من 300 او من 200 لحد 500 او فوق ال 500. انا اسف. اول حاجه لازم تدفع كل حاجه في موعدها، كل فواتيرك في مواعيدها. يعني فاتوره الميه، فاتوره الكهرباء، فاتوره النت، ما تستناش فتره السماح. اول ما تنزل الفواتير ادفعها في نفس اليوم لو عرفت. رقم 2، لو انت مطلع كريدت كارد وعليك ديون مستحقة، هو بيديك 45 يوم سماح علشان تدفع خلالهم، او 30 يوم سماح من بعد ظهور الستيتمنت بتاعتك في انك تدفع فيهم المبالغ المستحقة. حاول ما تدفعش المينيمم. ساعات بيقول لك في الكريدت كارد الستيتمنت بتاعته يقول لك في مينيمم اماونت، في الماكسيمم اماونت، او التوتال اماونت. ادفع دايما التوتال اماونت وادفعه وانس انك تستلم الستيتمنت بتاعتك بتاعه الكريدت كارد. الحاجه الثالثه وهي من اهم الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها، زي ما انت عارف ان احنا هنا بندفع ايجارنا عن طريق شيكات. حاول على قد ما تقدر ان ما يبقاش عندك شيك مرتجع. يعني قبل ما المؤجر يروح يعمل ديبوزيت للشيك في البنك علشان ياخد الايجار بتاعه، خليك متاكد ان انت معاك مبالغ في البنك او مبلغ يغطي قيمه الشيك، لان الشيك لو حصل له ارتجاع او الشيك بقى مرتجع السكور بتاعك هيتدمر. اول حاجه بينزل عليك غرامه في البنك على الشيك المرتجع، وكمان السكور بتاعك بيتخسف به الارض. فانت عينك دايما على مواعيد الشيكات. لو عايز تحط ريمايندر عندك على التليفون، صور شيكاتك لما تمضيها علشان تبقى عارف ان في مواعيد معينه لازم يتخصم فيها الشيك ده، فتبقى ضامن ان في مبالغ موجوده في البنك تغطي قيمه الايجار، قيمه الشيك. طيب مبروك يا معلم، انت طلعت السكور بتاعك وصلته فوق ال 500 وبقى كويس جدا. ايه الاستفاده اللي ممكن تستفيده من وراه؟ ركز معايا والله، لان الحاجات دي انا بدات احس بيها من بعد سنتين وانا عايش هنا. رقم 1، انت عادي جدا تطلع كارد ايا كان نوعه. اول حاجه انت بتحتاجها كارد السياره، والسياره انتوا عارفين كويس جدا ان هي مهمه هنا، لان المواصلات والتاكسيات غاليه جدا، وانت من غير عربيه هتعاني شويه. فانت بدل ما بتصرف لك 1000 درهم مواصلات او 800 درهم مواصلات او حتى 500 درهم مواصلات، ممكن تطلع كارد سياره وتطلع لك عربيتك تدفع اقساطها حوالي 500 600 درهم كل شهر، وفي النهايه بعد 5 6 سنين العربيه دي هتكون بتاعتك، فبالتالي فلوسك ما راحتش على الارض. رقم 2، انت ممكن تطلع كارد
شخصي، وده بالنسبة للناس اللي حابة تشتغل فريلانسر أو عايزين يفتحوا مشروع ليهم فبيحتاجوا إن هم يقدموا على قرض شخصي. ساعتها لو السكور بتاعك عالي تقدر تقدم في أكتر من بنك إنك تاخد قرض شخصي، ويبقى وسيلة إن يفتح ليك باب رزق ويبقى ليك المشروع بتاعك الخاص بعد سنة أو 2 أو على حسب البلان بتاعتك اللي أنت بانيها لما تيجي هنا. رقم 3 وهو اللي ناس كتير جدا بتفكر فيه اليومين دول، وهو التمويل العقاري. عايز أقول لكم إن الإيجارات هنا بقت مستحيلة، يعني الإيجارات بقت غالية جدا وناس كتير بدأوا يعانوا من الموضوع ده. فمعظم الناس دلوقتي بتفكر إن هم ياخدوا قرض تمويل عقاري علشان يشتروا بيها شقق، وبدل ما بيدفع الإيجار والإيجار كلها فلوس رايحة في الهوا، لا يا معلم خلاص أنا هدفعها كقسط للشقة بتاعتي على 20 25 سنة، وعلى الأقل في النهاية العقار ده بقى بتاعي، لو حبيت أبيعه في يوم من الأيام فعادي هكسب فيه، أو اتليست يرجع لي 70% من الفلوس اللي طايرة في الهوا دي. خصوصا إن العقارات اليومين دول في دبي يعني ضربة في السماء، ومن أأمن الانفستمنتس أو الاستثمارات اللي الناس بتعملها في الفترة دي، وده سبب خلى إن العقارات سعرها يزيد قوي فوق. على فكرة أنت مش محتاج إن السكور بتاعك يبقى حلو قوي علشان بس موضوع القروض. أنا عايز أقول لكم إن في بعض المكاتب اللي ليها علاقة بإيجار العقارات لو أنت حبيت تأجر منهم شقة بيخشوا يشوفوا السكور بتاعك واصل لفين عشان يطمنوا إن كنت أنت قادر فعلا إنك تدفع إيجار المكان ده ولا مش قادر، ويخش معاك في هيدك. فلو ده خلاك أصلا واحد مش ملتزم والسكور بتاعك تحت الأرض هيفك منك على طول، هيقول لك لا والله احنا مش بنأجر يا معلم، دي فرصه سعيده. حاجه تانية ممكن برضو السكور بتاعك لو واطي يأثر عليك فيها، وهي بعض فرص العمل اللي ليها علاقه بالماليه. يعني لو انت مثلا مؤهل انك تخش تشتغل في شركه كمدير مالي، او مثلا هتكون مؤتمن على مبالغ معينه في الخزنه، في الحاله دي الشركه بتخش تشوف السكور بتاعك عامل ايه، لان انت باي ديفولت كده لو انت راجل ملتزم ماليا وراجل كنت امين على الفلوس اللي خدتها من البنك سواء قرض شخصي او قرض سياره او whatever، فانت اكيد هتكون امين على فلوس الشركه مش هتسرقها يعني. فتخيل انه بيبني الايمج اللي هو بياخدها عليك في حته الامانه على السكور بتاعك اصلا في تعاملاتك البنكيه العاديه الشخصيه. فانت لو انت راجل شغال في الحتت الماليه شويه، محاسب بقى، شغال في خزنه بتاع الكلام ده كله، فانت اعمل حسابك ان دايما السكور بتاعك يكون فوق لو انت مقدم في شركات كبيره. الحاجه الحلوه برضو في ان السكور بتاعك يكون عالي في انك هيفتح ليك حته للنيجوشيشنز، انك تقدر تفاوض البنك لو هو اداك مبلغ اقل من اللي انت ممكن كنت طالبه. يعني ما يبقاش مثلا المستوى الائتماني بتاعي 800 900 وطالب مثلا انا 200 الف درهم قرض شخصي، فالبنك يقول لك لا والله احنا هنديك بس 100، هنديك 100,000. معلم انا المستوى الائتماني بتاعي 800 900، يعني انا راجل محترم جدا ومرتبي كويس، ليه ما تدينيش ال 200,000 كلهم؟ فتبقى في مساحه في انك تتفاوض مع البنك وبقلب جامد انك السكور بتاعك حلو، انا راجل امين، ليه ما تدينيش الماكسيمم اللي انا عايزه؟ تخيل بقى كل اللي انا بكلمك عنه ده والسكور بتاعك يزيد ويقل وتقدم على قرض شخصي وتشتري شقه وتجيب قرض سياره، ده كله مربوط باول سيرفيس ممكن تطلبها من البنك وهي الكريدت كارد. فانت لو صايع فشخ هتستخدم الكريدت كارد في ان هو يحافظ على السكور بتاعك ويعمل لك تاريخ او هيستوري يخلي السكور بتاعك شكله شيك قدام اي بنك، وبالتالي في المستقبل ممكن تستفيد منه. ولو انت بقى مش صايع فشخ وحابب تستخدم الكريدت كارد دي في التفاهات وتتسحل وراها علشان خاطر تسددها وتتاخر عن مواعيد السداد وينزل عليك غرامات والسكور بتاعك يروح في الارض، ساعتها انت بتضيع على نفسك حاجات في المستقبل هتفتح لك ابواب، سواء باب رزق مثلا كتمويل شخصي او انك ترتاح تديك فاسيلتيز تريحك قدام في المستقبل. حاجه اخيره بقى اقول لكم عليها مزعلاني جدا بجد، 90% او اكتر من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي ما بيعملوش سبسكرايب. يعني انت بتشوف الفيديو للاخر وبتستفيد، ساعات بتعمل لايك ما بتعملش سبسكرايب. اعمل سبسكرايب للقناه علشان احنا هننزل حاجات كتير بتفاصيل والله هتفيدك جدا. انا ما اعتقدش ان في حد منزلها على اي تشانل تانية بتتكلم عن التفاصيل اللي ممكن تلحقك او تدخلك في دوامات كتير جدا لو انت عايش هنا في الامارات. بحاول على قد ما اقدر في الفيديوهات ان انا اديك الفول ايمج، احاول اوصلك لمرحله انك كانك عايش معانا هنا، او تكون مؤهل نفسيا في انك لما تنزل تفتكر الكلام ده فيحميك من حاجات كتير جدا ممكن تقابلها في حياتك هنا. فبالتالي ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وشيره مع اي حد بتحبه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.